السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. الحدث يقع أمام أعين الجميع وجهرا نهارا، فالحياء لم يبقى، وكذلك الثقة فقدت. ترسل أبنائك للمدرسة يمكن أن يمارس عليهم، ترسلهم للكتاتب القرآنية يمكن أن يمارس عليهم، ترسلهم إلى دور الشباب والجمعيات التي تقوم بأعمال وأنشطة اجتماعية يمكن أن يمارس عليهم. إذا نحن في غابة. ما هذا التطبيع للأسف مع قلة الحياء؟ السؤال المطروح: لماذا هذا النوع من الشذوذ مستفحل ببلادنا؟ ولماذا هذا الصمت الرهيب من الأسر وبعض الجهات التي لولا الفيديو والتوثيق لما تحركت بهذا الشكل؟ ودائما نتساءل: لماذا هذه اللامبالاة من طرف الجميع مجتمعا وأفرادا؟ يا ناس، لماذا لم يتدخل الحاضرون لإنقاذ هذا الطفل البريء؟ ألم تكن الحادثة في مكان عام وعلى مرأى من الجميع؟ يبقى التساؤل الكبير: يحدث هذا بشكل ملفت ومثير ومخيف ببلادنا. الحادثة ليست الأولى من نوعها خلال السنوات الماضية. لا بد أن هناك خلل ما في المنظومة الاجتماعية. الأمر لا يتعلق بانعدام الردع، فهو موجود، ولكن لماذا نسمع عن هذه الأحداث ببلادنا للأسف بهذا الشكل الفظيع، حتى أن قنوات عالمية تطرقت لهذا الحدث؟ يبقى لنا أن نشك فقط في أن مجتمعنا وصل درجة مخيفة من الانحلال الأسري والخلقي. اللهم احفظنا واحفظ أطفالنا وبلدنا المغرب الحبيب من هذه النوعية من البشر. هناك ظواهر نعيشها تساهم في ظهور هؤلاء الذئاب. هناك من الآباء من يلدون ويرمون للشارع. الطفل القاصر وجب مراقبته 7 أيام على 7. لا ثقة في بعض الجيران، وكذا مول الحانوت والمعلم والفقيه والمدرب والمؤطر. ما زلنا نرى أطفالا صغارا يلعبون بالأزقة بعد 10 ليلا، وعند حدوث اغتصاب أو اعتداء يتباكى الآباء أمام الكاميرات والإعلام. أولا يجب توبيخ هؤلاء الوالدين لعدم تحمل المسؤولية في حماية أطفالهم من ذئاب المجتمع. أهلا وسهلا إخواني من جديد. هذا الذئب البشري أو المشتبه فيه يقال بأنه مسير لجمعية رياضية بحي أناسي البرنوسي، تعمل وفق الضوابط القانونية، هدفها تكوين الناشئة وتأطيرها وبناء شخصياتها. كل هذه الأهداف المعلنة والمكتوبة في القانون الأساسي للجمعية جعل العديد من الأسر ولا سيما الفقيرة والمتوسطة الدخل تستأمنه على فلذات أكبادها، فيذهب بهم في جميع الاتجاهات وصوب مناطق عدة، كان آخرها شاطئ الجديدة الذي انفجر فيه المسكوت عنه واكتشف السر. نعم، اكتشف السر. وهناك العديد من الوقائع والأحداث بدأت تتسرب، تتحدث عن وجود مقاطع فيديو حصرية تظهر الأطفال وهم داخل الشقة المكترات بمدينة الجديدة، وهم يرقصون على أنغام الشعبي رفقة المشتبه به الذي قضى معظم حياته بحي السالمية 2 كفرد من أفراد ساكنة الحي، قبل أن يصبح جدا بأحفاد وزوجة وأبناء. فهناك معطيات وتصريحات أدلى بها 14 طفل ممن استمعوا إليهم أفراد الشرطة القضائية، والذين رافقوا المشتبه فيه رئيس الجمعية الرياضية المعتقل حاليا بسجن سيدي موسى بالجديدة، أنه كان يقوم بممارسات شاذة من خلال إرغام الأطفال على الرقص، أحيانا عراة، داخل الشقة التي استأجرها لاستغلالها كمخيم. فسكان الحي المذكور أعلاه وآباء وأمهات الأطفال لا زالوا يعيشون تحت هول الصدمة. فهذا الحدث جعلنا مستغربين من إقدام المعني بالأمر على هذه الخطوة في واضحة النهار وفي الشاطئ. وهناك فيديو يوثق للحدث والواقعة، الأمر الذي يشي بأنه قد يكون مارس الجنس وأفرغ نزواته على الأطفال القاصرين بأماكن أخرى وكذلك داخل الشقة. وبعد تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، ووضع المتهم في حالة اعتقال رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي من أجل شبهة
الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر في انتظار جلسات الاستنطاق التفصيلي. هذا الشخص يبلغ من العمر 57 سنة، نعم 57 سنة، مارس الفاحشة وسط الناس والعموم بالنهار. الله سبحانه وتعالى فضحه فأعمله البصر والبصيرة. هذا الشخص توفي معه طفل قبل شهور بإحدى الخرجات السابقة، فكيف لهذه الأسر أن ترسل معه أطفالها مرة أخرى؟ فما قام به أمام العالم، فما بالك بما يقوم به بين جدران الشقة؟ صراحة يجب تطبيق أقصى العقوبات في حق أمثال هذا المجرم، لأن هذه الأفعال المشينة تترك آثارا نفسية مدمرة عند هؤلاء الأطفال تستمر معهم طول حياتهم. كل هذا يضر في الخاطر، والغريب هي أحد الأطفال قالت بالأمر بأنه عادي وبأنها خطيبة المجرم، فهذه الأم وجب معاقبتها، وذلك الطفل يجب أن لا يترك مع هذه الأم التي ترضى بهذه الأفعال المشينة والتي يمكن وصفها بجرائم ضد الإنسانية. لذا وجب الضرب على يد من حديد في كل من له صلة بهذا الحدث والأمر. وتحية كبيرة للسيدتين اللتان وثقتا الحادثة وأخبروا الأمن بها، لأن لولاهما لما كان يمكن للآباء والأمهات والرأي العام تصديق ما يقع لفلذات أكبادهم، ولكن الحمد لله مولانا أراد فضحه، لذا وجب الحكم عليه بإقصاء العقوبات ليكون عبرة لمن سولت له نفسه لاعتداء واغتصاب الأطفال. فأين التحقيق لمن أعطى الترخيص لهذه الجمعية لممارسة نشاطاتها الشاذة؟ أين معايير منع التراخيص والاختبارات النفسية للمؤطرين؟ أين التحقيق مع صاحب الشقة؟ أين التحقيق مع بعض السلطات خصوصا حي أناسي؟ وأين؟ فموثقة الفيديو أكدت وصرحت بأمور خطيرة، نعم أمور خطيرة تحصل أمام الجميع وبواضحة النهار، شيء مؤسف ولا أحد يتكلم أو يقوم برد فعل. فالشاهدة أكدت أنها كانت تسبح مع أبنائها بالشاطئ، لفت انتباهها شخص يسبح مع أطفال صغار معه. في الأول كانت الأمور عادية، ولكن في لحظة شاهدت ولاحظت أمرا لا يمكن تقبله، وحتى مجرد التفكير بأنه يقع بتلك الصورة البشعة التي لا يمكن تقبلها. ونظرا لهول المشهد أصبحت تتساءل مع نفسها وتقول: هل أنا في حلم أو علم؟ فحاولت الرجوع من هول الصدمة والتركيز على المشهد، فرأت طفلا آخر يقوم بضربه صاحب الفضيحة بدون رحمة، وهي ترى المشهد هناك تأكدت أن هؤلاء الأطفال ليسوا أولاده، بل هو مجرد مسؤول عليهم لمراقبتهم لأحد ما. ففكرت في ملاحقته والتأكد من مكان جلوسه ومن يرافقهم لتتأكد وتستفسر إن كانت هناك امرأة أو عائلة توضح لهم الأمر لكي يقوموا باتخاذ الاحتياطات اللازمة بخصوص الأطفال الضحايا. وهذا أول ما فكرت به للوهلة الأولى. غادر الجميع مكان السباحة فلاحقت بهم، فإذا به تتفاجأ بأنه يجلس بالقرب منهم. ومن شدة الصدمة وهول المشهد وهي ترتعد قامت بإخبار زينب صديقتها التي شهدت هي الأخرى ووثقت الحادث، وهي تحكي لها ما رأت بعينيها. تتفاجئان الصديقتان بمنظر ومشهد آخر أخدش مما رأته ورآه الناس على الفيديو. فالصوت الذي رافق الفيديو المسجل كان من هول الصدمة وعدم تقبل الذي رأوه يقع أمامهم وسط هذا الحشد الكبير من المواطنين والمصطافين، وكأن الأمر عادي لا يتطلب تدخل أو ردة فعل، شيء لا يمكن أن يتقبله العقل البشري. الصدمة والتوتر كان طاغيا على الشاهدتان، فقامت إحداهما التي شهدت الواقعة وذهبت تجاه مخفر الشرطة الذي كان قريبا لمسرح الحدث، ومعها الفيديو الموثق الذي يظهر المجرم متلبسا وغارقا في سلوكاته وتصرفاته. تدخل رجال الأمن وحلوا بالمكان ووجدوا الرجل جالس لوحده والطفل الذي مورس عليه التحرش غير موجود ويلعب مع الأطفال الآخرين.
المهم معالم الجريمة ليست ظاهرة إلا من خلال مقطع الفيديو الذي أصبح في حوزة الشرطة. لو لم يكن مقطع الفيديو لكان قد أنكر الواقعة ولكانت الأمور اتجهت اتجاه آخر، ولكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أراد فضح المجرم. وقف رجلان من الشرطة على رأس صاحبنا مول الفعلة وهو يستمتع بأشعة الشمس ورطوبة البحر وجمالية مدينة الجديدة. سألوه عن الأطفال الذين يرافقونه، أكد لهم أنهم من العائلة، لكن بعد لحظة عندما شعر بأن أمرا ما ليس على ما يرام أظهر لهم شخصيته الجمعوية، وأكد لهم أنه مؤطر يرافق هؤلاء الأطفال في رحلة التخييم والاستجمام. طلبوا منه الترخيص الذي بموجبه يتحرك ويتنقل قانونيا رفقة هؤلاء الأطفال الصغار، فرد عليهم أنه لا يحمله معه وأنه تركه بالمنزل، وأخبرهم قائلا إن أردتم سأذهب إلى المنزل وآتي لكم به، وأخبرهم أن زوجته وخطيبته أنهما هناك. الشرطة أخذت المتهم وجميع الأطفال وطلبت من صاحبة الفيديو الالتحاق بهم في مخفر الشرطة. الأطفال اختلطت عليهم الأمور وسيطر عليهم الذعر والخوف، ولم يعودوا يعرفون ماذا يقع، هل هذه الأحداث في صالحهم أم ضدهم أم ممكن أن تدينهم. المهم عدة تساؤلات أصبحت تسيطر على الأطفال وهم يبكون وفي حالة من التوتر والهلع لما وقع، يريدون الالتحاق بآبائهم. إلى هنا صاحب الفعلة لا يعرف لماذا هو محتجز ولا يعرف شيئا عن الفيديو الذي أصبح موثقا بأيدي رجال الأمن. الأطفال الصغار عند تقربهم من رجال الأمن وإحساسهم بالأمان بدأوا يتكلمون واعترفوا بأنهم يعاقبون بالضرب من طرف المجرم، وفعلا أخرجوا من حقيبته كابل كان يقوم بضربهم به، وأتى طفل من تلك المجموعة وأظهر آثار الضرب على جسمه الصغير، كان يهددهم إن قاموا بإخبار أحد أنه سينتقم منهم شر انتقام، وبأنه رغم الأحداث والوقائع التي مرت ووقعت له يؤكد لهم بأنه لا أحد يمكنه الوقوف بوجهه ومواجهته والتمكن منه. في هذا الموضوع هناك تقرير صادر عن جمعية ما تقش ولدي لسنة 2022 يظهر أرقام صادمة وتنامي وتفشي هذه الجرائم ضد الأطفال الأبرياء. فهذه المنظمة توصلت سنة 2022 بطلبات 109 طلب للمؤازرة و111 طلب للاستشارة ضحايا الجنس بالنسبة للقاصرين. دائما حسب هذا التقرير 220 ضحية، منها 120 فتاة و100 ذكر. هؤلاء المرضى هنا لم يعودوا يفرقوا بين الذكر والأنثى. فهذه الواقعة التي تطرقنا إليها إنما هي رسالة لجميع الآباء والأمهات لكي يزيدوا من الحيطة والحذر ومراقبة أطفالهم وفلذات أكبادهم، لأنهم ممكن أن يقع لهم ما وقع لهؤلاء الأطفال الصغار القاصرين الذين تعرضوا لهذا النوع من الأفعال الشنيعة التي تمارس ضد هذه الفئة. فهنالك ذئاب بشرية تعيش بيننا تنتظر الفرصة واللحظة لكي تنقض على هؤلاء الأبرياء وتنال منهم وتستغلهم أسوأ استغلال. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وإلى لقاء آخر إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.